صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. كتير من الصناعات عندنا بتبتدي انها تاخد الرو ماتيريال وتبتدي انها تحولها في الصناعات زي بتاعه الحديد او الستانلس ستيل. بس وهي بتعمل المنتج بتاعها واتيفر هتستخدمه في ايه، بتعتمد على الرو ماتيريال على حاجتين، يا اما على الخام نفسه اللي لسه جاي جديد اللي هو جابوه من الجبل بقى وعملوا له اختزال واتيفر، وفي نفس الوقت ريسايكل. خام بيكون كمان جاي عندي ريسايكل وانا ببتدي اعمل له اعاده تدوير واعاده استخدام عشان بعد كده اطلع منتج. هذا المنتج ابدا اشكله وتعمل لي بيه مكنه، تعمل لي بيه عربيه، تعمل لي بيه سياخ حديد، تعمل لي بيه مكنه طبيه، تعمل لي بيه سرير طبي انام عليه، يعني اعمل بقى بيه اللي تعمله. هنا جت الفكره بتاعه بيج سكرابر. شركه بيج سكرابر بمنتهى البساطه لقت ان في هدر كبير جدا في المخلفات المعدنيه في مصر، اللي هو بنتكلم الحديد والالومنيوم والنحاس، بيحصل لها هدر بشكل كبير. بدات ان هي تشتغل انها تلم هذه المخلفات وتبتدي انها تاخدها وتجمعها وتبتدي توردها كخام ورو ماتيريال للشركات اللي بتستخدمها كاعاده انتاج. طب بيشتروا من مين؟ بيشتروا من الناس اللي هم الجملة بس؟ لا، بيشتروا كمان من القطاعي. يعني ايه بيشتروا من الجملة وبيشتروا من القطاعي؟ انت عندك مصنع، المصنع بتاعك كنا بنعمل جمالون، او طبيعة الانتاج بتاعتي عندي فيه شيت ميتال وبيتبقى منه شوية حديد، والله كنا مش عارف ايه وتبقى عندنا ايه، يا اما بشكل دوري يا اما مرة واحدة. بتقدر ان انت تكلمهم تقول لو بشكل دوري ويتعاقدوا معاك وانا هورد لك كل شهر قد ايه. لا، ده كل ما يتجمع عندي خردة هتصل بيكوا، تجمع الخردة وتتصل بيهم. كمان بقوا بيتعاملوا مع القطاعي، مع البيوت، يعني بعد ما تجمعي لي كام كيلو حلة ألمونيا مع كمان شوية حاجات عندك قديمة ما كنتيش بتستخدميها والكلام ده كله، بيقدروا ان هم يجوا ياخدوها منك ويحاسبوها معاكي بالكيلو. تحية للي دخلوا يوقفوا هدر في حتة احنا مش باصين عليها وبدأوا ان هم ياخدوها ويحولوها تاني لخام نرجع ندخله تاني في الصناعات المصرية جوه مصر. صباح الفل عليكم وصباح القيمة المضافة وصباح صنع في مصر.